السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. انا روبي مصرية عايشة في تركيا. لو اول مرة تشوفيني قلت ابدأ معاكم كده اليوم من اوله. اللقطة اللي فاتت دي كنت اول ما صحيت من النوم خالص، يعني ببص من البلكونة كده لقيت الجو حلو كده يعني الغيامة قليلة شوية، فقلت ايه اوريكم الجو بتاعنا الصبح كده الساعة 7 عامل ازاي. دخلت حضرت القهوة كده زي ما انتوا شايفين، وجبت شوية من البيتي فور اللي احنا عملناه كده في العيد. فقلت بقى ايه، اشربه معاكم كده ونقعد ايه نرغي شوية كده. وحشني والله العظيم جدا جدا الكلام معاكم. وانتوا وحشتوني جدا جدا. طبعا انتوا عارفين الفترة بتاعت العيد دي الواحد ما كانش منظم شوية في ان هو ينزل فيديوهات وكده، بس احنا ان شاء الله هنبدأ بقى ننتظم مع بعض بإذن الله. وقلت بقى ايه، اصور لكم كده ونقعد نحكي كده مع بعض شوية واحنا بنشرب القهوة. عاملين ايه؟ والله وحشتوني جدا. قولوا لي بقى اخباركم ايه، عملتوا ايه في العيد، والدنيا كانت عامله معاكم ازاي، وكنتوا نشيطين ولا كنتوا مكسلين كده زي بصوا المطبخ. عايزه اقول لكم بقى يعني ايه، انا كل البيت بقى كان نايم الصبح، وبس المطبخ بقى زي ما انتوا شايفينه كده، يعني هو مقلوب بس مش قوي، يعني يتلم بسرعه. فقلت بقى ايه، اقعد كده، يعني ايه الم الدنيا كده زي ما انتوا شايفين. انا بحب الاول اروق المطبخ الاول قبل ما اعمل فيه اي حاجه، يعني اظبط الكوبايات كده مع بعضها، احط اجيب المعالق والشوك كده احطها في ميه كده شويه لغايه ما اخلص اللي ورايا، وبعدين اخد يعني لو في بقى مكرونه او رز او اي حاجه لازقه في المعالق كده ساعات بتبقى موجوده، نسكافيه ناشف، سكر ناشف، اي حاجه بتحطيها في الميه كده على بال ما بتخلصي بقى الايه الجزء بتاع الكوبايات او الاطباق كده، بيبقى هم خلاص بقى ايه دابوا كده في الميه وبيبقى سهل غسيلهم. انا بحب يعني انظم الدنيا كده الاول قبل ما اعمل اي حاجه. فقلت بقى ايه اقعد اتكلم معاكم شويه، وعايزين يعني عايزين نتكلم النهارده في موضوع التغذيه. يعني عايزه اقول لكم احنا عايزين نهتم قوي بموضوع التغذيه ده يا جماعه. انا اولكم طبعا، لان طبعا الواحد في رمضان وفي العيد عايزه اقول لكم يعني دمرنا الدنيا دمار شامل. كل الناس اعتقد ان كل الناس كانت كده ماشي، بس احنا ايه يعني عايزين كمان اللي يحس بتعب. احنا مش عارفه، انا لقيتها شكوى عامه كده ان معظم الناس حاسين بكسل، حاسين ان هما مش متظبطين، مودهم مش حلو. في ناس حاسه باعراض كده، يعني اعراض مش طبيعيه بالنسبه لهم. فانا كنت عايزه اتكلم في موضوع لما تحسي باي عرض، يعني ما تحسي باي عرض جديد عليكي ما حسيتهوش قبل كده، ما تتردديش، انت لازم تروحي للدكتور. يعني لازم تروحي للدكتور تسألي في الموضوع، تعملي سيرش عنه، تعرفي في ايه الدنيا عاملة ازاي ماشية ازاي. لان في ناس، انا كنت واحدة من الناس، ما اهتمتش قوي. يعني مثلا احكي لكم على حكايه، يعني حكايه خاصه بيا انا مثلا شخصيا، والله وعايزه احكيها لكم عشان ايه يعني ما حدش يقع في المشكله ديت، او ما حدش يعني ايه يتعرض للي انا تعرضت له، لان يعني الموضوع بيبقى بعد كده بيبقى عليكي بقى لود كبير وبتبقي تعبانه وكده. انا لما كنت حامل في بنوتي الصغيره اللي هي دارين، اخر واحده، اخر العنقود بتاعتي، ربنا يبارك فيهم يا رب. كان عندي سكر حمل. ماشي، طبعا في ناس كتير قوي بتمر بالموضوع ده، ناس كتير بتمر باللي هو ضغط الحمل، وناس بتعدي بسكر الحمل والكلام ده. فموضوع سكر الحمل ده يا جماعة تهتمي بعديها. يعني انا الدكتورة بتاعتي دكتورة شاطرة جدا وممتازة جدا جدا، بس ما لفتتش نظري ان انا مثلا اهتم بعد الولادة ان انا ايه اروح اشوف في موضوع السكر ده واتابعه. فانا طبعا بس هي كانت قايله لي ان هو بمجرد ما خلاص الحمل ينتهي خلاص السكر برضو هيخلص. وطبعا الكلام ده ما حصلش. السكر طبعا استمر معايا، وانا بقى كبرت دماغي لان خلاص الحمد لله بنوتي الحمد لله كانت كويسه، وانا الحمد لله كنت كويسه، فما جاش في بالي خالص ان ممكن يكمل معايا موضوع السكر ده. فعشان كده انا بقول لكم، يعني لما يحصل عند اي حد اي عرض يهتم ويروح. يعني انا لما اكتشفته بقى، فاكرين الحمله اللي كانت طالعه بتاعت فيروس سي والسكر والكلام ده كله، انا اكتشفت وقتها ان انا جالي سكر. وانا يعني عرفت بعد كده، ده الكلام ده كان حاصل بعد يعني، وبنتي عندها مثلا سنه ونص او داخله في سنتين، فانا اكتشفت ان هو الموضوع مكمل معايا بقاله سنتين وانا ما بتعالجش. فده اثر عليا بقى واثر على اعصابي والكلام ده كله. فعشان كده اللي يحس يا جماعه باي عرض، باي عرض،
تعبان، حاسس بصداع مستمر، لا ما تقوليش مثلا ايه لا طب انا خلاص هاخد مسكن وهبقى كويسه. انا الحمد لله دلوقتي الحمد لله سكري مش عالي قوي، لكن برضو اتأثرت ومنتظمة الحمد لله على علاج، والمفروض ان انا ابقى ماشية طبعا على نظام غذائي، لكنها طبعا مهملة جدا في موضوع النظام الغذائي ده، بلخبط كتير كتير يعني، حابة امشي كده بمشي على سطر واسيب سطر. وطبعا عشان هو الحمد لله والشكر لله مش عالي قوي، فانا ايه يعني مكبره دماغي منه شويه. فعشان كده انا بقول لكم يا جماعه، اي حد يحس باي عرض، او مثلا حد يبقى عنده مثلا سكر حمل، ضغط حمل، لازم يتابع مع دكتور ويهتم بالموضوع ده جدا، عشان الحاجات دي بتكمل معانا. ماشي، واحنا الحاجات دي بتأثر علينا وعلى مفاصلنا على صحتنا، وانتوا تحسوا ان احنا كل مادة تحسوا ان الناس كل مدى كده تحسوا ان احنا من جيل لجيل كده بيبقى أسوأ من اللي قبله، من جيل لجيل تحسوا ان صحته بتتغير عن الجيل اللي قبله. يعني مثلا احنا في سننا احنا يعني امهاتنا مثلا ربنا يديهم الصحة يا رب، يعني وهم في سننا كده يعني كانوا يقولوا لا ده احنا كنا بناكل الدنيا اكل، ده احنا كنا بنعمل مش عارف ايه، ده احنا ايه. لكن احنا دلوقتي تحسوا ان احنا خلاص بقى يعني بدأت صحتنا تتعب شوية، بقينا ما نكملش شغلنا كله مرة واحدة. حتى بناتنا اللي طالعين، بصوا المنظر التحفة ده، بصوا، يعني امتع لحظات حياتي لما خلص المنظر ده اللي انتوا شايفينه. خلصت المطبخ كده زي ما انتوا شايفينه، ولا لسه ما خلصتش اللك برضه؟ المهم يعني عايزه اقول لكم ان احنا نهتم ونخلي بالنا جدا جدا من موضوع العرض الجديد. يعني اي عرض جديد حاسه بيه ما تهمليش في نفسك خالص، تروحي للدكتور وتهتمي جدا وتلتزمي، علشان كل ده هيعود عليك انت بالسلب بعد كده. فربنا كده يحافظ علينا كلنا يا رب كده، ويدينا الصحه والعافيه ودايما نبقى اصحاء وفي احسن حال يا رب، اللهم امين. رغيت عليكم كتير ولكيت كتير كتير، بس انا قلت يعني ايه الفت نظركم، عشان انا ملاحظه الناس كتير طالعه من العيد تعبانه جدا وكسلانه وحاسه باعراض كده مش طبيعيه. فعشان كده اللي حاسس باي عرض يهتم ويروح حتى يعمل كده كشف كده سريع كده على نفسه، يشوف الصداع من ايه، يشوف تعبان من ايه، ياخد فيتامين لو ناقصه اي فيتامين كده عشان يبقى صحته احسن بكتير. ما علينا، احنا بقى خلاص خلصت المطبخ بتاعي طبعا، والشقه كلها كانت نظيفه الحمد لله، وكلهم كانوا نايمين، فقلت بقى ايه اعمل حاجه حلوه كده، تنفع يعني ايه، تتقدم مع قهوه، تتقدم حبات القهوه احنا عملناها مع بعض قبل كده في القناه، بس قلت دي حاجه خفيفه وما كنتش عملتها في العيد بصراحه، لكن قلت اعملها. مقاديرها ايه، انا هكتب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف، بس هقولها لكم كده سريع سريع. انا معايا 100 جرام من الزبده، درجه حراره المطبخ، عليها نص كوبايه من سكر البودر منخول، وحطيت بضايه كامله، وحطيت معلقه قهوه على معلقتين ميه كده، قلبتهم ونزلتهم كده، ضربت كله في بعضه زي ما انتم شايفين. نزلت بالبيضه ونزلت بالفانيليا، باكت فانيليا 5 جرام، وهضرب الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه. ماشي، المكونات سهله جدا جدا، وهو اساسا بسكوت سهل جدا جدا، ما بياخدش اي وقت، بتعمليه وانت واقفه. يعني لو لقيتي مثلا جايلك ضيف فجاه كده، جايلك على غفله وانت ما عندكيش حاجه حلوه تقدميها، او حاجه العيد بتاعتك خلصت، او لاي سبب، او طبعا يعني حتى لو حاجه العيد موجوده، على فكره حبات القهوه دي بتبقى شيك جدا في التقديم، وفي نفس الوقت بيبقى طعمها حلو قوي. ماشي، انا حطيت نص كوبايه من كاكاو الخام الغير محلى. هقلب بقى الكلام الجميل ده كله كده، يعني هنخله كويس جدا، عشان بيبقى فيه ساعات مرطب وبيبقى ساعات فيه حبيبات كده، لازم تعمليها بايدك كده، تفركيها بايدك كده او بمعلقه. وهقلب الكلام الجميل ده كله بالميكسر كده زي ما انتم شايفين. ماشي، هدخل المكونات كلها كده في بعضها خلاص كده. عايزه اقول لكم ان الزبده معاها نص كوبايه من الزيت، اي زيت نباتي. ماشي، وتضربي الكلام ده كله الاول، وبعد كده تحطي البيضه والسكر، وبعدين تحطي البيضه، وبعدين تحطي معلقه القهوه اللي متدوبه في كوبايه ميه، وبعدين الكاكاو. ودلوقتي هننزل بايه، هننزل بالدقيق، كوبايتين دقيق عليهم رشه ملح، هيتنخلوا. هضرب الكلام ده كله كده بايدي حتى، وخلاص كده البسكوت بتاعي جاهز، مش هياخد منك اي وقت ولا اي مجهود زي ما قلت لك.
تمام كده، تمام كده. النهارده يوم الرغي العالمي، بس انتوا كنتوا وحشيني جدا جدا والله. وعايزين كده بقى ايه، نطلع لايف قريب قوي كده ونبقى مع بعض كده، احسن انتوا وحشيني جدا. عايزه اعرف اخباركم ايه، وعايزه اعرف قضيتوا العيد ازاي، متحمسه جدا جدا ان انا اعرف اخباركم. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما تحرمش منكم ابدا، ونبقى اخوات كده دايما دايما مع بعض، اللهم امين. طبعا هنضف المضرب بتاعي، وهستخدم بقى ايدي. انا نسيت اقول لكم ان في نص كوبايه من النشا، هستخدم نص كوبايه من النشا برضو. هنخلها. بصوا يا جماعه، كل المكونات ت... لازم تتنخل. بتاعت اي بسكوتات او اي معجنات لازم تنخلي كويس جدا المواد الجافه. ماشي. هقلب بقى بايدي الكلام ده كله، هتحسوا ان هي ايه، اتلمت معاكم بسرعه وعملت عجينه حلوه جدا. ولا هي مفروله، مش مفروله قوي يعني، ولا هي طريه قوي، ولا هي ناشفه. يعني هتحسوا ان هي كده مظبوطه جدا زي ما هتشوفوا كده بالظبط. سهله جدا، ما تاخدش اي وقت. بصوا خلاص كده، بصوا ما شاء الله عليها، ما احتجتش ولا احط زيت ولا احط دقيق ولا احط اي حاجه. بصوا مظبوطه جدا جدا. بصوا على الشعره زي ما بيقولوا. بصوا، انا بحاول اقرب لكم كده، يعني باخد حته اقربها لكم كده عشان تعرفوا ايه القوام بتاع بتاع البسكوته عامل ازاي، او العجينه عامل ازاي، عشان ايه اللي هي يعملها، او لو اي حد اول مره يعملها يبقى الموضوع سهل بالنسبه له. انا النهارده ما استخدمتش الصاج بتاع الفرن، استخدمت صواني، لاني ما كانش بصراحه عندي ورق زبده. فانا قلت بقى ايه، هستخدم الصواني. انا هي اخدت مني صينيتين بس، صينيتين الكبيره دي واللي اقل منها على طول استانلس. فانا بصوا بقطع حتت كده صغيره، وهبدا بقى ايه اكورها بالحجم اللي انا عايزاه. انا كنت الاول بعملها حجم اصغر من كده، لكن بصراحه عشان هي بسكوته، يعني هي بسكوته، فانا عملتها الحجم الوسط ده. الحجم الوسط ده جميل جدا ومظبوط جدا جدا. بصوا الجمال، حجمها بيبقى حلو جدا، ويدوبك هي على قد يعني قطمه او قطمتين. طبعا لو مع قهوه بتاكلي حاجات صغنطوطه كده خالص، فعشان تستمتعي بيها كده مع القهوه بتبقى حاجه كده جميله. عايزه اقول لكم، انا كنت شربت قهوه مع بيتي فور. وعايزه اقول لكم بعد ما خلص عملت قهوه تاني وشربت معاها قهوه، لان ما اقدرش افوت بصراحه اللحظه دي. زي ما انتوا شايفين كده، بخلة سنان او بظهر سكينة او بظهر معلقة، اي حاجة، او باي حاجة، اي شكل انت عايز تعمليه. بس احنا عشان هي اسمها بسكوت حبيبات القهوة، فبنحاول ايه، نعمل شكل كده قريب من حبات القهوة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بيبقى شكله كده. الحجم ده ممتاز يا جماعة، ممتاز. وهتاخد نفس الحجم كده، ولا هتفرش معانا في الفرن، ولا هتسيح مننا، ولا اي حاجة خالص. انا دخلتها بعد ما شكلتها، دخلتها في الفرن في التلاجة حوالي 10 دقايق، وبعدين بدأت خبزتها. يعني دخلتها على بال ما الفرن بتاعي بدأ يسخن شوية. تمام. ما خدتش مني اي وقت. عايزه اقول لكم يعني صحيوا بقى من ريحه البسكوت دوت بقى، مع ريحه النسكافيه والقهوه بقى اللي انتوا بتشموها بقى، حاجه كده وهم يعني. عايزه اقول لكم ما فطروش، عملنا قهوه، دور قهوه كده لينا، واكلنا البسكوت ده. جربيه بالمقادير دي والله العظيم 3. بصي هتعمليه كل يومين. والحجم كوبايتين. بص هو ده اللي طالع من كوبايتين، ماشي. الحجم هو ده، دي الكميه دي بس اللي طلعت من ايه، من كوبايتين. بصوا انا هنا دخلتهم التلاجة، وهنا كانوا خلاص بقى دخلتهم على درجه حراره 180 رف اوسط، ما خدش 10 دقايق خلاص. بصوا تحفه والله العظيم، حاجه كده وهم. جربوها وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. تحطها بقى، تقدميها بقى باي شكل. انا قدمتها لكم بكذا شكل. ممكن تحطيها كده، ممكن تحطيها بالطريقه دي، وممكن تحطيها في حاجات كده صغيره كده في الصينيه، وممكن تحطيها كده برضو على حسب ما انت عايزه. جربي واعملي، وربنا يحسن بين ايديكم يا رب، اللهم امين. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير. اسيبكم في امان الله. باي باي.